يعتقد الكثيرون أن الرجال من نوع سيجما هم مجرد رجال عاديين، مع اختلاف وحيد يتمثل في أن رجال سيجما أكثر انطوائية، لكن هذا ليس صحيحا تماما. يمتلك رجال سيجما صفات فريدة تميزهم عن الرجال من النوع ألفا والنوع بيتا، ويتعاملون مع مواقف معينة بشكل أفضل من المواقف التي قد يتجنبها رجال ألفا وبيتا. لفهم هذه النماذج البدائية الذكورية نحتاج إلى معرفة من هم حقا. لا يهتم رجل سيجما كثيرا بأن يكون على قمة التسلسل الهرمي للذكور، يعيش وفقا لقناعاته الخاصة، ويرى الكثيرون فيه مساويا لرجل ألفا، ولكن بدون الرغبة في جذب الانتباه. يطلق عليه اسم الذئب المنفرد بسبب طبيعته الهادئة والمتحفظة على الثرثرة، لكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع القيادة والنجاح. من ناحية أخرى يعتبر الرجل ألفا قائد المجموعة، فهو الواثق من نفسه والمسيطر الذي يهتم كثيرا بكيفية رؤية الآخرين له، في حين أن على رجال ألفا وبيتا أحيانا أن يكبحوا جماح أنفسهم للحفاظ على صورتهم. يمضي رجال سيجما حتى النهاية لأن ليس لديهم ما يخسرونه. دعونا الآن نستكشف 10 عادات يمتلكها رجال سيجما تميزهم عن الرجال العاديين. أولا، غير مهتمين بصراعات القوة. لا يسعى رجال سيجما إلى أن يكونوا أقوى شخص في الغرفة. لديهم موقف هادئ يتيح لهم البقاء دون أن يلاحظهم أحد. على الرغم من أنهم غير مهتمين بالمنافسة على السلطة، إلا أنهم لا يزالون يحققون نتائج جيدة في أي شيء يسعون إليه. إنهم لا يسعون إلى النجاح لإثارة إعجاب الآخرين، بخلاف رجال ألفا الذين يتوقون إلى القوة والاعتراف. يفضل رجال سيجما الابتعاد عن المعارك والتركيز على تحقيق أهدافهم. يجد رجال سيجما الرضا الحقيقي عندما يرون عملهم قد اكتمل، بينما لا يستطيع رجال ألفا الاستغناء عن الرغبة في السلطة. يريد رجال ألفا دائما أن يكونوا في المقدمة وعلى استعداد للقيام بأي شيء للوصول إلى هناك. يسعون إلى الإعجاب لأنهم يعتقدون أنهم متفوقون. رغبتهم في السلطة متأصلة فيهم، مما يتسبب في بعض الأحيان في إبعاد الناس لتحقيق رغباتهم. ثانيا، يقدمون الأولوية والاستقلالية على السيطرة. يقدر رجال سيجما الاستقلالية والحرية على السيطرة على الآخرين أو السعي للانتباه، على عكس رجال ألفا الذين يزدهرون على القوة والإعجاب. يهدف رجال سيجما إلى الاستقلالية في اختياراتهم وأسلوب حياتهم. إن صعود السلم الوظيفي لا يتعلق بالسيطرة على الآخرين بالنسبة إلى رجال سيجما، بل هو وسيلة للهروب من الإدارة التفصيلية والحصول على الحرية في العيش وفق شروطهم الخاصة. ينبع نجاح رجال سيجما من الرغبة في تحرير أنفسهم من القيود المفروضة، بينما يسعى رجال ألفا إلى الاعتراف والسلطة. طموحهم الجامح يمكن أن يؤدي إلى السقوط بسبب عدم القدرة على التحكم في الذات. نجاحهم مدفوع بالعطش للسيطرة، ومع ذلك يمكن لهذه السمة نفسها أن تكون سبب دمارهم. من ناحية أخرى يرضى رجال سيجما طالما يمكنهم متابعة ما يجلب لهم الفرح بغض النظر عن الحاجة إلى السيطرة، وقد يؤسس البعض مشاريعهم الخاصة للفرار من سيطرة الآخرين، مؤكدين التزامهم بالاستقلالية. ثالثا، لا ينافسون لإثبات جدارتهم. يقدر رجل سيجما نفسه ولا يشعر بالحاجة إلى إثبات أي شيء للآخرين. إنهم لا يتجولون في محاولة لإظهار أنهم أفضل من أي شخص آخر. بدلا من مقارنة نجاحهم بالآخرين، يعملون بوتيرتهم الخاصة وليسوا في سباق مع أي شخص. المنافسة الوحيدة التي يخوضونها هي مع أنفسهم. يسعى الأفراد من نوع سيجما دائما إلى التحسين وأن يكونوا أفضل مما كانوا عليه في اليوم السابق. يتعلمون من أخطائهم ويحاولون أن يصبحوا أفضل كل يوم. حتى لو واجهوا انتكاسات فإنهم لا يأخذون الأمر على محمل شخصي، ويفهمون أن الفشل جزء طبيعي من الحياة. من ناحية أخرى يختلف الأفراد من نوع ألفا وبيتا، فهم ينافسون على كل شيء، وهم في معركة مستمرة من أجل التفوق. يريدون إثبات أنهم متفوقون على الجميع حتى عندما يكون ذلك غير ضروري. رابعا، أكثر ملاحظة من الكلام. يفضل رجال سيجما أن يكونوا هادئين ويراقبون، وعندما يتحدثون فلأن لديهم شيئا مهما ليقولوه.
كلماتهم قوية لأنهم صبورون ويولون اهتماما، يلاحظون التفاصيل الصغيرة ويجدون حلولا للمشاكل. من ناحية أخرى يحب الرجال العاديون التحدث كثيرا، يريدون أن يسمعوا لكنهم لا يفكرون دائما قبل التحدث، على عكس رجال سيجما ليسوا ناجحين لأنهم لا يراقبون بشكل جيد، يفوتون الاستماع والفهم مما يجعل كلماتهم غير مفيدة للغاية. ما يمكن أن يتعلمه رجال ألفا وبيتا من رجال سيجما هو أن القليل من الملاحظة أفضل من الكثير من الكلام. غالبا ما لا يستطيع رجال ألفا التزام الصمت ويتحدثون دائما في كل موقف. تكمن قوتهم في استخدام الكلمات لإخافة الآخرين، لكنها أيضا نقطة ضعف. يمكن أن يساعدهم الهدوء على تجنب بعض المشكلات. يراقب رجال سيجما بهدوء ويفهمون محيطهم، يعرفون ما يحدث وكيفية التعامل مع الأمور. خامسا، يمكنهم التكيف مع أي موقف. رجال سيجما بارعون حقا في فهم الأمور والتعامل مع أي شيء يأتي في طريقهم. أحد الأشياء الرائعة فيهم هو مدى التكيف الجيد مع المواقف المختلفة، لا يتوقون إلى كل الاهتمام، لذلك لا تزعجهم التغييرات كثيرا. لا بأس أن يظلوا بعيدين عن الأضواء وأن يكونوا جزءا من المجموعة، فقط يندمجون بسهولة بغض النظر عن المكان أو الزمان. عندما يكون ذلك ضروريا يمكن لرجال سيجما أن يتقدموا كقادة ويقوموا بعمل رائع، حتى أفضل من رجال ألفا. وعندما يحين وقت التراجع يمكنهم القيام بذلك دون أي مشكلة وتولي دور أكثر هدوءا. يفهمون أن الأمور تتغير وهم بخير مع ذلك، كما أنهم بارعون حقا في فهم ما يريده الناس ولماذا يفعلون الأشياء. يساعدهم هذا على اتخاذ خيارات تفيد الجميع. من ناحية أخرى يلتزم رجال ألفا وبيتا عادة بأفكارهم الخاصة ويكرهون التغيير. من الصعب عليهم رؤية الأمور من منظور شخص آخر، وهم يلتزمون بما يعتقدون أنه صحيح. لا يتم التأثير عليهم بسهولة، مما يجعل من الصعب عليهم العثور على حلول تناسب الجميع. غالبا ما يعتقد رجال ألفا على وجه الخصوص أنهم قادة طبيعيون بغض النظر عن الموقف، ويتحملون المسؤولية حتى عندما لا تكون وظيفتهم. يمكن أن يكون هذا مشكلة لأنهم لا يفكرون كثيرا قبل التصرف. يفقد رجال ألفا قيمتهم إذا توقف الآخرون عن الإيمان بهم. سادسا، لا يتخذون القرارات بناء على المشاعر. يتخذ الأفراد من نوع سيجما القرارات بناء على ما يعتقدون أنه صحيح وليس فقط كيف يشعرون في اللحظة، بخلاف بعض الأشخاص الذين يسمحون للعواطف بتغليب حكمهم. يقاوم رجال سيجما هذا التأثير. لن يرفضوا فكرة جيدة لمجرد شعورهم بالغيرة أو التهديد منها، على عكس أولئك الذين يسمحون للمشاعر التافهة بإرشاد خياراتهم. يظل رجال سيجما عقلانيين ويسعون إلى ما هو صواب، بينما غالبا ما يركز رجال ألفا على أنفسهم ويتصرفون بدافع الاندفاع. يتمتع رجال سيجما بثقة هادئة تبقى ثابتة. إنهم لا يحتاجون إلى اهتمام أو تأكيد مستمر، تأتي ثقتهم من الداخل ولا يتأثرون بالآراء الخارجية. قد لا يتحدث الأفراد من نوع سيجما دائما، ليس لأنهم يفتقرون إلى أشياء ذات مغزى ليقولوها، بل لأنهم يعرفون متى يكون للكلمة وزنها الحقيقي، ولكن لأنهم يختارون عدم إهدار الكلمات في أمور تافهة. يتمتع رجال سيجما بثقة في قدراتهم، ونادرا ما يطلبون المساعدة من الآخرين. لا يتصرفون كمبتدئين ويشعرون بالراحة في جلدهم. يحاول بعض الناس أحيانا تقليدهم ليندمجوا بسلاسة. من ناحية أخرى يمكن أن تهتز ثقة رجال ألفا وبيتا بسهولة وتحتاج إلى موافقة مستمرة. عندما يواجهون انتكاسات قد يصبحون غير آمنين ويحاولون إسقاط الآخرين لاستعادة الشعور بالتفوق. يمكن أن تتحول هذه الحالة من عدم الأمان إلى مشكلة إذا لم يتم معالجتها، لأنهم يعتمدون بشدة على الآخرين للحصول على الطمأنينة. سابعا، لا يهتمون بالمكانة الاجتماعية في مجتمعنا. في مجتمعنا يهتم الناس كثيرا بالمكانة الاجتماعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشياء مثل السيارات والملابس والمال. ينغمس العديد من الأشخاص في محاولة التغلب على الآخرين، مثل سباق ليكونوا أفضل من أي شخص آخر. لكن رجال سيجما يبتعدون عن هذا السباق. لا يهتمون بما يقوله المجتمع عن أهمية الأشياء أو محاولة مواكبة الآخرين. يعتقد بعض الناس أنهم أكثر أهمية بسبب عائلاتهم أو شيء فعلوه لسبب ما، ولهذا
السبب يشعر هؤلاء الأشخاص أنهم يستحقون معاملة خاصة حتى لو كان ذلك يزعج الآخرين. لا يفهم رجال سيجما سبب معاملة الناس بشكل مختلف بناء على فئاتهم الاجتماعية. إنهم يعتقدون أنه يجب معاملة الجميع على قدم المساواة. لا يهتم رجال سيجما بنظام الطبقات، ولا يستخدمون موقعهم أبدا للتحكم في الآخرين. يعاملون الجميع بنفس الطريقة التي يريدون أن يعاملوا بها. من ناحية أخرى يتبع رجال ألفا مبدأ الرتبة. إنهم يعملون بجد حتى يتمكنوا من تلقي معاملة مختلفة عن جميع الآخرين. يريد رجال ألفا معاملة خاصة واحتراما، ويتوقون إلى الاعتراف من المجتمع، ويسعون دائما إلى الحصول على موافقة الآخرين. يمكن أن تكون هذه الرغبة في المكانة الاجتماعية محفوفة بالمخاطر، مما يؤدي إلى سلوك سلبي فقط للارتقاء في السلم الاجتماعي. ثامنا، لا يخافون من مخالفة التيار. غالبا ما يتعرض رجال سيجما لانتقادات لعدم اتباع القواعد أو فعل الأشياء بالطريقة التي يقولها المجتمع إنه يجب عليهم القيام بها. على الرغم من مواجهة الكثير من السلبية، إلا أنهم يظلون صادقين مع أنفسهم، ولا يخافون من أن يكونوا مختلفين حتى لو لم يوافق الآخرون. إنهم لا يسيرون مع ما يفعله الآخرون لمجرد أنه متوقع، بل يفضلون القيام بالأشياء بطريقتهم الفريدة طالما أن ذلك يجعلهم سعداء ويعمل لصالحهم. يحترم رجال سيجما أيضا أولئك الذين لديهم طريقتهم الخاصة في فعل الأشياء، لأنهم يفهمون أن كل شخص لديه أفكاره وآراءه الخاصة، على عكس رجال بيتا وألفا الذين يلتزمون بالنظام حتى لو كان يحد من قدراتهم. لا يخاف رجال سيجما من مخالفة الحشد لتحقيق أهدافهم. إنهم يتخذون خيارات بناء على ما يشعرون أنه صحيح بالنسبة لهم حتى لو لم يوافق الآخرون. من ناحية أخرى يهتم رجال بيتا وألفا بشكل أكبر بالحفاظ على صورتهم في أعين الأغلبية. يريدون أن يكونوا محبوبين ومقبولين، لذا يتجنبون المخاطر التي قد تضعهم في موقف صعب. تاسعا، مستمعون رائعون. يتفوق رجال سيجما في الاستماع إلى الآخرين. إنهم دائما على استعداد للتحدث مع الأشخاص الذين يقابلونهم، مما يسمح لك بالتعبير عن رأيك دون إصدار أحكام. يقدر أولئك الذين يتعاملون مع رجال سيجما ذلك لأنهم يمكنهم إجراء محادثات دون خوف من النقد. يتجنب رجال سيجما جعل كل شيء يدور حول أنفسهم، بل يسمحون لك بالتعبير عن نفسك بحرية. من ناحية أخرى يسعى رجال ألفا إلى دائرة الضوء، وغالبا ما يقاطعون ويظهرون السيطرة مع التركيز على آرائهم الخاصة وإقصاء الآخرين. يمكن أن يكون هذا السلوك مزعجا لأولئك الذين يبحثون عن محادثات ذات مغزى مع رجال ألفا، حيث نادرا ما يحصلون على فرصة للتعبير عن أفكارهم. يختار بعض الأشخاص مغادرة الوظائف أو الدوائر الاجتماعية التي يهيمن عليها رجال ألفا، حيث يشعرون أنهم تحت سيطرتهم، بينما يمكن أن يكون رجال ألفا متسلطين وجبارين. يتألق رجال سيجما كمستمعين منتبهين يقدرون آراء الآخرين. تجعلهم هذه الصفة قادة الناجحين، لأنهم يفهمون أهمية الاستماع إلى أعضاء فريقهم والنظر في وجهات نظرهم. عاشرا، لا يخشون التعبير عن آرائهم. يعرف رجال سيجما بآرائهم القوية، فهم لا يخافون من التعبير عما يؤمنون به حتى لو كان غير شائع أو مثيرا للجدل. بينما قد يخشى الآخرون التحدث خوفا من الحكم، يظل رجال سيجما صادقين مع أنفسهم ومعتقداتهم. إنهم لا يغيرون آراءهم لإرضاء الآخرين، وهذه الجودة تجعلهم موثوقين وصادقين. بينما قد يجد رجال ألفا صعوبة في التعبير عن أنفسهم بحرية خوفا من فقدان السيطرة أو عدم الموافقة، لا يخاف رجال سيجما من أن يكونوا مختلفين. إنهم يقدرون الاستقلالية، ويعتقدون أنه من المهم أن يكونوا صادقين مع أنفسهم، ومعتقداتهم يمكن أن تلهم الآخرين بثقتهم ووضوحهم للقيام بنفس الشيء. رجال سيجما هم نوع فريد من الرجال يتميزون بصفاتهم الفريدة. إنهم مستقلون وذو ثقة بالنفس، ولا يخافون من التعبير عن أنفسهم أو مخالفة التيار. إنهم مستمعون رائعون وقادة ناجحون. إذا كنت محظوظا بما يكفي لمعرفة رجل سيجما فقدره واحترمه، فهم أفراد مميزون يمكنهم أن يعلمون الكثير عن أنفسنا وعن العالم من حولنا.